بشكل جيد. هذا لا يخفي ان اليوم في مباراتنا في الخمس نقاط، ان اليوم في مباراتنا الفوز هذا ينسينا خطا. اكيد في اخطاء، لان انت لا يمكن انت لتصل الى الكمال يجب ان توقع في اخطاء حتى انك تعدل الاخطاء الموجوده بالنسبه لك وتصل الى الكمال. اكيد احنا وقعنا في اخطاء اليوم كانت تسبب ممكن ان توصل الى التعادل. اكيد هذه راح تساعدنا في المرحله القادمه. بالنسبه للتغييرات اللي تمت صراحه للمدرب لم تكن منطقيه. اصل بالاساس التغيير الاول كان جدا ممتاز بالنسبه لاكرم، لكن الاستعجال اللي تم بتغيير محمد موسى وتريزور الصراحه تغيير لا اي معنى ولا اي نكهه حتى ولا اي تكتيك. تعب محمد عبد الله زياده على هذا. محمد موسى تعب خالد لذلك بدله. ما عليه زياده راح المنطقه ما عليه. بس اوكي انا ممكن تكون عندي المساعده موجوده في، يعني في بدال لا يكون انا تغييراتي كلها تنصب في وسط الملعب وفي الدفاع. ممكن أن تكون المساعده لان محمد موسى من دون اي لاعب كان يساعده في الدفاع، كان لوحده، فممكن اعمل له مسانده دفاعيه موجوده، راح يكون النفس عنده موجود بشكل جيد. عندي نقطه مهمه الصراحه بتكلم على نجم موجود عندنا، يعني انا نفسي انه يطلع اني اشوفه نجم كبير الصراحه، انه يصل الى مستوى بعيد يعني صراحه بالنجوميه، لكن ما قاعد يحدث على مستوى نادي وعلى مستوى منتخب. يعني حرام هذا النجم الصراحه نفقده لانه يكون في مركز واحد. انا اتكلم عن خوخي، اجده في نادي العربي قلب دفاع، اجده معي مع المنتخب يلعب كجناح ايسر، يلعب في الشوط الثاني كوسط ملعب، يلعب بعد ذلك الى تحت المهاجم. لا يجوز. انا من وجهه نظري واعتذر للكابتن القدير كارينيو، لا يجوز اللاعب يلعب بهذه المراكز سواء كان على مستوى نادي او على منتخب، وافقده انه يصبح نجم قوي ونجم لا بريقه مع المنتخب في مركز محدد. يعني هذه من ضمن النقاط اللي يجب الصراحه نوقف عليها على هذا النجم. اليوم التألق الصراحه في حراسه مرمى مثل كلاود امين صراحه، يعني الحمد لله اقول يعطيك العافيه وما قصرت. الواحد يرقد ويعمل لما يكون عنده حارس مرمى في هذا المستوى الفني الصراحه الكبيره، اللي هو شال عده كرات موجوده كانت خطره علينا في سواء كانت في الشوط الاول اللي لعبت باليد او في الشوط الثاني الصراحه بالكرات اللي كانت موجوده بالنسبه له. الدفاع المدافع الواعد الصراحه اللي هو انت يا احمد ياسر، انا اتكلم عنك نجم في المباراه. حافظ على نفسك على مستواك. هذه النجوميه ما كنا نبحث عنها، لان كنا نشوفها في ابراهيم ماجد الى الاصابات اللي بعدت عنا الان والحمد لله يعود. لكن اليوم وجد عندنا مدافع في قيمه احمد ياسر. اليوم كنت 10 على 10 الصراحه في المباراه انت وكسول. واحمد ياسر قاعد يشكر الجمهور في تغريده، يقول لك الحمد لله على الفوز وصداره مجموعه بركين الجمهور العنابي. نعم يستاهل الصراحه. اليوم رد الدين للجمهور. اليوم لما يعني اذا ما يجب ان نمدح ويجب ان يعني نروح على النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه. كسوله كنت متخوف منك انا شخصيا الصراحه. اتكلم ما بين في بدايه المباراه كنت